كلنا عاوزين نتعلم حاجة جديدة، برمجة، لغة، تصميم، كتابة. القائمة طويلة ومفيش نهاية، بس المشكلة 90% من الناس بيزهقوا ويوقفوا قبل ما يوصلوا لحد مستوى مقبول. ليه؟ لأنهم فاكرين إن التعلم سباق سرعة، مع إنه في الحقيقة سباق تحمل. لو فعلا ناوي تتعلم مهارة جديدة اسمع الكلام ده كويس. أولا، ما تحاولش تبهر حد. في ناس أول ما تبدأ تروح على الحاجات المعقدة على طول علشان بيبينوا إنهم جامدين، وده غلطة كبيرة. من غير ما تتعلم الأساسيات كل اللي هتبنيه هينهار بعدين. اتعلم الحاجات المملة الأول، وبعد كده المتعة هتيجي لوحدها. تاني حاجة يا سيدي، التكرار مش ممل، ده هو السر. لو حاسس انك بتعيد نفس الحاجة عشرات المرات فمبروك، ده معناه ان مخك بدأ يتبرمج. الناس الذكية مش بتهرب من التكرار، بالعكس بيستغلوه. تالت حاجة، بلاش تتفرج بس، اشتغل. مش هتبقى مبرمج من فيديوهات على اليوتيوب، زي ما مش هتطلع بعضلات وانت قاعد تتفرج على فيديوهات جيم. كل ما طبقت اكتر كل ما اتعلمت اسرع. رابع حاجة يا سيدي، لازم تتقبل ان البداية هتبقى صعبة، مفيش طريق سهل. هتحس انك فاشل شوية في الاول، وده طبيعي جدا. الفرق بين اللي بينجح واللي بيفشل، الناجح هو اللي بيكمل رغم ما هو حاسس بيه. لو فاكرين ان في طريق من غير احباط فللأسف مفيش. اي حاجة تستاهل تتعلمها لازم تقابل فيها تحديات. بس كده يا سيدي، سلام.